المعمول من وصفات العيد اللي ما يختلفش عليها اتنين. النهارده هقولك ازاي تعمليه بأحلى طريقة ممكن تجربيها. المعمول النهارده هيطلع معاكي دايب وناجح مليون في المية. لو كنتي أول مرة تعمليه هيطلع معاكي ممتاز. هقولك ان شاء الله كل تفاصيله وأسراره اللي تنجحه، ازاي يطلع معاكي دايب وبيدوب في البق كده، وكمان الرسمة تكون ثابتة بالشكل ده، وازاي الحشوة تكون طرية من جوه وما يشققش معاكي من فوق. كل ان شاء الله التفاصيل ديت والتركات دي هتعرفوها في الفيديو. شايفين ما شاء الله عليه دايب جدا وناعم جدا كده، وحاجة تحفة في منتهى الجمال. ريحته كانت خطيرة. ان شاء الله المعمول النهاردة وصفة مميزة وهتحبوها جدا وهتنجح معاكم من اول مرة. تعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير بتاعتنا. اول حاجة كده مبدئيا انا محتاجة 400 جرام من السميد، اللي هو سميد البسبوسة الناعم. بنشتريه كده من عند العطار او من السوبر ماركت. اهم حاجة ان يكون السميد ناعم. بعرفه ازاي ناعم؟ بلاقي كده بواقي الدقيق بتاعه السميد على ايدي اول ما بحطه فيه كده، على عكس سميد البسبوسه بيبقى ايه مفهوش دقيق كده بالشكل ده. لكن دوت اول ما بحط ايدي كده بلاقي فيه بواقي الدقيق. هحتاج كده 400 جرام كده زي ما قلت لكم، وهحتاج كمان 500 جرام من السمنه، اللي هو حوالي نص كيلو من السمنة. أهم حاجة السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة. أنا مش محتاجاها ساقعة من التلاجة ولا محتاجاها سخنة، أنا عايزاها كده يعني اللي هو بدرجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت ما تكونش مجمدة قوي. يعني لو كان الجو ساقع والسمنة مجمدة، لا فكيها شوية كده في الميكرويف لحد لما تبقى معاكي سايلة بالشكل ده. هبدأ أنزل بيهم كده على السميد البسبوسة، يبقى 500 جرام من السمنة. طبعا سمنة تكون نوعها نضيف عشان المعمول في الآخر يطلع معانا كده طعمه حلو وريحته حلوة. أحط عليها كده السمنة بالشكل دوت وأقلبهم كده كويس جدا مع بعض. شايفين؟ أتأكد إن كل حبات السميد متغلفة بالسمنة بالشكل ده، وزي ما انتوا شايفين بقى هو سايل ازاي، وكل الخليط كده يعني سايل. السميد لسه طبعا ما تشربش السمنة. فهبدأ كده ان انا اقلبه كده كويس جدا واتاكد ان السمنه كده اتغطت عليه كله. واجيب كده استرتش وابدا ان انا اغطيها واسيبها مش اقل من 5 ساعات. يعني يفضل اصلا تسيبيها يوم او 2 او 3 حتى، عادي عادي جدا. بس لو تسيبيها اكتر من 8 ساعات يبقى يفضل ان انت تحطيها في التلاجة. انا هنا سبتها حوالي 8 ساعات. وتقدري ان انت تشتغلي فيها، مثلا تعمليها من الصبح وتشتغلي فيها بالليل، او العكس من الصبح لبالليل. بس اهم حاجة الفترة اللي انت هتسيبي السميد منقوع في السمنة لا تقل عن 5 ساعات، عشان يطلع معانا دايب وحبات السميد كده تبقى اتشربت السمنة، ويطلع معانا في الاخر المعمول دايب جدا. انا هنا كده بعد كل ساعتين 3 كده ببدأ ان انا افتح كده الغطا، وببدأ ان انا اقلبها بحيث ان انا اتأكد ان كل السميد بيتشرب من السمنة. شايفين ما شاء الله السميد الحباية بتاعته تفتحت وشربت كده السمنة اللي احنا حطيناها. شايفين القوام طبعا ظاهر جدا واختلف تماما، واضح جدا ان هو اختلف. ده كده كان بعد ساعتين. فطبعا انا قلبته كده تقليبه كده بحيث اتاكد ان الكل السمنه متوزعه عليه. وبعد كده غطيته تاني وسبته بقى باقي ال8 ساعات اللي فاضلين. زي ما قلت لك تقدري تسيبيه يوم 2 3 في التلاجة، كل ما بتسيبيه كل ما بيطلع احلى. كل ما حبايه السميد بتشرب السمنه وتبقى في الاخر تدينا نتيجه حلوه وبيبقى ناعم معاكي ودايب. انا خلاص كده بعد 8 ساعات كده بعد ما سبته، ده كده كان شكله. شايفين حباية السميد كلها كده شاربة من السمنة، والسمنة معانا بقت خلاص مش سايل زي الأول. كده وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه. هبدأ بقى كده أحضر بقية المكونات بتاعتي. هجيب كده 600 جرام من الدقيق الأبيض العادي، 600 جرام من الدقيق. هبدأ أنزل بيه كده على الخليط بتاعنا، وأهم حاجة تتأكدي إن هو دقيق للكحك والبسكوت. هجيب بقى كمان هنا معلقة من المحلب وحوالي 6 فصوص من الحبهان. انا بجيب كده المحلب بيكون حب كده من عند العطار، ده شكله كده. وببدأ ان انا اطحنهم في الكبة مع الحبهان بتاعي، وبحط معاه كده معلقة صغيرة من الدقيق بحيث ان هو يطحني جامد كده زي ما انتوا هتشوفوه. ده كده شكله، وحطيت عليه كده معلقة من الدقيق بحيث ان هو يبقى ناعم معايا كده وبودرة. وبدأت ان انا انزل بيه على الخليط بتاعنا، اللي هو المكونات الجافة اللي احنا هنحطها دلوقتي. هحط بعد كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر ممسوحة، و3 معالق من اللبن البودر. هحط كمان رشة من الملح، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد لما الخليط بقى يبقى معانا مبسوس كده، وكل المكونات اتمزجت مع بعض.
أنا طبعًا هاغيّر كده البولة علشان آخد راحتي، وجِبت كده العجانة الكبيرة وبدأت إن أنا أعجن فيها. أهم خطوة هنا وهي ضرورية جدًا، أنبِست فيه كويس جدًا، جدًا، جدًا. يعني كإنِّك زي طريقة الكحك بالضبط، إحنا لازم نبِس فيه لحد لمّا الخليط شايفينه كده مفرتك إزاي، وتحسّوا إنه عجينة ومش هيقدر يتلَم على بعضه، والخليط كلّه مفرول وعامل زي الرمل. هتشوفي دلوقتي مع العجن هيبقى شكله عامل إزاي. أهم حاجة العجن المتواصل اللي أنتم شايفينه ده، أو بس العجينة. هتشوفوا كده أنا ما رضيتش أوقّف الفيديو، قعدت كده مشغّلاه لحد لمّا العجينة اتبست معايا على طول عجن متواصل، لحد لمّا العجينة تبقى معايا بالشكل ده. شايفين قوامها بقى عامل إزاي، طرية وبتلزق. طبعًا لسه هنضيف باقي المكونات. أهم حاجة توصلي للقوام اللي أنتم شفتوه ده. بعد كده لمّا أوصل للقوام دوّة، هاجيب بقى كده كوباية من المَيّة الدافية، وأحط عليها معلقة صغيرة من الخميرة، و50 جرام من أو 50 مِلّي من الشربات التقيل العادي. وأقلب الخميرة كده والشربات وأقلبهم كويس جدًا مع بعض في المَيّة، بحيث إن كلّه يدوب كده مع بعضه. وهابدأ بقى كده أنزل بيهم على العجينة كده، يعني على مرتين، على دفعتين، وأبدأ إن أنا أعجنها. وهنا مش باعجن عجن كامل، أنا يا دوبك بس بالِم العجينة على بعض. زي ما أنتم شايفين كده أنا مش باعجن عجن شديد علشان العجينة ما تاخدش معايا عرق وتبقى ناشفة معايا. ألِم برضه كده العجينة على بعض زي ما أنتم شايفين كده قوامه، أنزل برضه بباقي الكمية اللي باقية، يبقى كده كوباية المَيّة كده باحطها كده كلّها مع الخميرة والشربات التقيل اللي إحنا حاطينه. وبابدأ بقى إن أنا ألِم فيها. أنا هنا مش عايزة عجن بحيث إن أنا العجينة ما تعملش معايا عرق وتنشف معايا في الآخر المعمول. لأ، أنا هنا كده يا دوبك بالِم كده العجينة على بعضه، بحيث إن أنا أتأكد إن الدقيق والسميد اتشرب كل السوائل اللي أنا حطيتها. وده هيتضح معاكم كده وأنتم بتلمّوا العجينة. شايفين العجينة الأول كانت سايلة، بابدأ إن أنا ألمّها. شايفين هي أصلًا ملزقة في إيدي التانية، لكن في إيدي اللي هي النضيفة الإيد التانية لمّا خدت كده قطعة لأ، هي ممتازة وطرية وما بتلزقش خالص. بابدأ إن أنا أهو كده أجمّعها تاني، وبرضه باختبرها وبالمّها كده كويس جدًا كده على بعض، وباحطها كده في البولة وباغطيها واسيبها مش أقل من نُص ساعة في التلاجة، بحيث إن هي تتماسك والسميد يتشرب كل السوائل اللي إحنا حطيناها وما تبقاش معانا طرية. أحطها كده في التلاجة كده أركنها شوية نُص ساعة. وفي الأثناء ديّة نحضّر الحشوة بتاعتنا. تقدري بقى تحشيه أي حاجة، ملبن، تقدري تحشيه، تحشيه حشوة الفستق أو العجوة النهارده زي ما أنا هاحشيه. أنا هنا هاحشيه كده بالعجوة. العجوة دي أهم حاجة العجوة معاكِ تكون طرية، لو ما كانتش طرية باحط معاها معلقة من الزبدة أو السمنة، وباحط عليها شوية من المَيّة السخنة، وكمان باحط عليها رشة من القرفة ورشة من الحبهان المطحون، ورشة من المحلب، ومعلقتين كبار من السمسم، وباعجن دول كلّهم كده مع بعض. أنا يعني ما صورتهمش معاكم يعني علشان الفيديو ما يطولش. هي هاكتب لكم برضه كل الحاجات اللي أنا حطيتها. النكهات اللي أنا قُلتها دي يعني اختيارية، اللي مش حابب براحته، ولكن السمسم والزبدة مع العجوة بيبقى أساسيين ومهمين جدًا، جدًا. وباطرّيها كويس جدًا، جدًا، وضروري إن هي تبقى معاكم طرية، وباكوّرها كِوَر زي ما أنتم شايفينها كده. وبأكد تاني العجوة تكون طرية معانا، لإن العجوة لو ما كانتش طرية من البداية هتنشف معاكم في الفرن. فالعجوة تطروها كويس جدًا، 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 وتحطوا عليها شوية من المَيّة لو ما كانتش طرية. أبدأ بقى كده خلاص أطلّع العجينة من التلاجة، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله عجينة ممتازة وطرية ومش بتشقّق معانا وتحفة جدًا، جدًا. أبدأ بقى كده أجيبها كده آخد كورة، وبعد كده أحط فيها الحشوة. وطبعًا عندكم بقى أشكال كتير بقى اللي هي اللي بنعمل بيها المعمول. تقدروا تعملوا اللي هو الشكل اللي أنا جايباه دوّة، أو البصّامة اللي أنا هاوريها لكم، أو تنقشوا بالمنقاش زي كحك العيد بتاعنا العادي دوّة، أو تعملي بالمكبس اللي هو الخشب. في أشكال كتير جدًا بتعملي بيها المعمول. فأنا كده باخد كده كورة كده من العجينة، حوالي كده 40 جرام أو 50 جرام، باحط فيها الحشوة بتاعتي اللي هي العجوة، وباقفل عليها كويس جدًا. وفي الآخر باحطه في المكبس ده. أهم حاجة المكبس دوّة إن أنتِ تدهنيه أو ترشي فيه شوية من الدقيق علشان الشكل يطلع معاكِ مضبوط. دي أهم خطوة بالشكل دوّة علشان ما يلزقش معانا والشكل يطلع معانا كده مضبوط زي ما أنتم شايفينه كده. قبل ما باحط فيها العجينة بارُش عليها بس شوية من الدقيق زي كده تبطين الدقيق، بحيث إن هو يطلع معايا مضبوط بالشكل ده. زي ما قُلت لكم في أشكال بقى كتير تقدروا إن أنتم تشتروها وتجيبوها متوفرة دلوقتي في أي مكان بيبيع حاجات العيد ومستلزمات المطبخ والحاجات دي. أو طبعًا تقدروا تستخدموا البصّامة اللي أنا باستخدمها دي، اللي هي بتاعة البسكوت أو المعمول، يعني هي مخصصة للمعمول أصلًا.
بابدأ إن أنا برضه أحطها في الدقيق بحيث إن الرسمة تطلع معايا ثابتة وتطلع معايا مضبوطة كده، والعجينة ما تلزقش في المكبس نفسه. شايفين؟ بابطّنها كده في شوية من الدقيق، وبعد كده باحط عليها باكبسها في المعمول بتاعي، وبتطلع معانا الرسمة ممتازة جدًا، جدًا وثابتة زي ما أنتم شايفين كده، ما فيهوش ولا غلطة، العجينة ممتازة وزي الفل. بعد ما باخلّص بقى كل الكمية باكون مشغّلة الفرن يكون سخن على درجة حرارة 190. طبعًا بيدخل على درجة حرارة عالية شوية علشان إحنا حاشينه والحشوة مش عايزينها تنشف، فبادخّله الفرن كده على 190 بياخد حوالي من 12 ل15 دقيقة، ولو احتاج إن هو ياخد لون دهبي كده من فوق باشغّل عليه الشواية. ده كده شكله بعد ما بيطلع من الفرن، ما شاء الله الريحة كانت تحفة، تحفة جدًا، ريحة المحلب اللي إحنا حاطينه مع ريحة الحبهان أو الهيل مديانا ريحة تحفة، وما شاء الله طالع يعني ناعم جدًا ومضبوط مليون في المِيّة. بجد كل اللي هيدوقه يعني هيقول لِك أنا عايز الوصفة على طول. بسيط جدًا وسهل جدًا وعملناه بأبسط طريقة، هو طبعًا بيتعمل بطرق كتير جدًا. شايفين بقى شكله بعد ما طلع من الفرن خطير، واخد اللون المضبوط الدهبي الحلو اللي انتم شايفينه، مستوي من جوه، وطبعا ما شققش ولا فتح من جوه ولا الرسمه اتشالت، الرسمه مظبوطه وزي ما هي زي ما دخلت زي ما دخلت زي ما طلعت، وزي ما انتم شايفينه كده ريحته تحفه والطعم والشكل يعني بجد يفتح النفس. المعمول النهارده عملناه بأبسط وأسهل طريقة ممكن تجربوه، وأنجح طريقة، متأكدة وواثقة مليون في المية اللي هيجرب الطريقة دي هتنجح معاه من أول مرة. ما شاء الله المعمول طالع ولا غلطة، الريحة تحفة وجبارة، وهاوريكم إزاي ناعم معانا وبيتقطع كده وبيدوب في البُق، يعني حاجة في منتهى الجمال. ما شاء الله عليه، وكمية ما شاء الله طلعت لنا كمية كبيرة يعني ممتازة جدًا. وهاقطع لكم واحدة برضه كده من جوّه عشان تشوفوا شكلها وقد إيه هو دايب وناعم جدًا، وطبعًا أصلًا الشكل بيتحدث عن نفسه قد إيه هو ناعم. شايفين ما شاء الله يعني مش مستحمل، أنا مجرد كده ما بادوس عليه بيدوب كده معايا وممتاز جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله ممتاز، والحشوة طرية من جوّه مستوي أهم حاجة وناعم. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله بجد. يا رب إن شاء الله وصفة النهارده المعمول تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وكل وصفات العيد هتلاقوها تحت في صندوق الوصف وموجودة على القناة لو حابين تجربوها. شايفين ما شاء الله عليه ممتاز. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.